يرجع مرة ثانية للخلف جابرييل جيسوس. العارضة الأفقية هائلة من كازيميرو. برناميو الكرة إلى ميني. فينيسيوس يحاول عودة للوراء، تصل بعد ذلك لمصلحة داني سيبايوس. لوكا مودريتش إلى رودريجو، حاول يمر عدى من الأول، مر من الثاني، مر رودريجو تسديد. مع قلي بورتو الليلة كل ما يريد فعله هو الوقوف أمام هجوم مانشستر يونايتد. بورتو الليلة كل ما يريد فعله هو البحث. تمت عملية البحث. يا الله اللي يرى الكثيرين انه اقوى ديربي في العالم حاليا. كرة تعود مرة اخرى، الاصابة لسيرخيو راموس من نوعية اللاعبين اللي لا يتألمون من فراغ. اذا يتعرض لاصابة تكون صعبة. راموس بقتاليته بقوته ما يوقف الا الشديد القوي. ليو او بانيجا، الحكم يأمر بانيجا او ليو يستعيد، ليو يتقدم، ليو يسجل. القائم فريد رونالدو والله يا محمد، مثل هاي المباريات هي اللي تخلي المعلق يعتزل. بجد يا اخي انت، انا ما اصدق ان يعني المنتخب اللي شو ابطال اسيا. في المكان السليم ينطلق، ياتي بكره، هذه خطيره وهذه جميله. والله لو منك احسبها يا حكم، من حالاتها، من جمالها. شوف طبعا التسلل موجود، ما في خلاف، ما في، لكن عين الله. شوف هذا احلى كوبري. لأننا نتحدث عن لاعبين ليس فقط مجرد زميلين. نحن نعرف البرازيل والأرجنتين كضدين. نعم، البرازيل والأرجنتين نعرفهما كضدين، لكن الحكاية ما بين هذين اللاعبين مختلفة. تشعر أنهما أكثر من صديقين، بل أن كل واحد منهما هو الساعد الأيمن للاعب الآخر. 81,000 متفرج. انطلاقة حاضرة تأتي من ماركو أسينسيو. جول. لكن لاحظ معي الحكم تلقى الإشارات، وبالتالي من خلال الإشارات كرة برشلونية. ليفا في التقدم، ليفا بالكعب، مثالية خيالية رائعة، عرضية خطيرة. الله من الكابلو. هذا اللي يعطي الدروس، هذا اللي يقدم دروس، هذا الأستاذ البروفيسور في عالم الشد المدور. صدقوني لا أبالغ.
فيه، وهو اللاعب الأفضل في إسبانيا في مثل هذه الكرات والهدف. ما في، كلهم مميزين، كلهم رائعين. راموس يسجل الهدف الرابع الآن للمنتخب الإسباني. يعني كل شيء يحدث بمشيئة الله، ولكن تخيلت أن الأمر فيه هدف.